الأهلي بيخسر بهدفين مقابل لا شيء من بيراميدز في الدوري في ليلة حزينة على جمهور الأهلي كله. بس يا ترى هل السبب ريبيرو؟ هل السبب الإدارة؟ هل السبب اللعيبة؟ ولا في أسباب تانية؟ تعال نكتشف مع بعض ونحلل بالحالات علشان تفهم المشكلة فين بالظبط. الحقيقة إن المشكلة الأولى اللي كانت بتواجه الأهلي النهاردة هي رعونة من اللعيبة، وعدم وجود حدة في الضغط، عدم وجود شراسة وقتال على كل كورة، وخسارة كبيرة لكل الكور المشتركة. وتعال نشوف ازاي. دي أول حالة هنتكلم فيها. شوف معايا أحمد رمضان بيكهام لسه في أول الماتش الدقيقة 6، شوف تعامله مع الكورة اللي راجعاله. هتلاقي ان بيكهام بيرجع في مسافه بينه وبين اللعيب بتاع بيراميدز، ولكن اللي بيوصل الاول اللعيب البرازيلي بتاع بيراميدز، ولولا سوء تصرفه كان يقدر يروح ويحرز هدف او يعمل فرصه خطيره. تعال نشوف هنا الضغط من لعيبه النادي الاهلي. ادي بن شرقي بيتمشى والراجل مهند بيروح ياخد الكرة التانية، وبن شرقي رياكشن وردة فعله على الكرة أقل بكتير. مفيش شراسة في الضغط اللي تخليك تستعيد الكرة اللي أنت بتخسرها. هنكمل كمان. طيب، دي حالة يعني فيها شيء من التركيب. هاني مع الراجل ده، بص هنا ده تريزيجيه، بص الراجل بتاعه فين. طيب هنروح ناخد الكرة؟ لا، كمل. بص شوف ايه اللي هيحصل. بص الطريقة اللي تريزيجيه رايح يتمشى. طب الكرة هتنقل الناحية التانية. قبل ما نتكلم عن الناحية التانية، بص هنا وليد الكارتي بيسرح في ظهر ديانج وفي ظهر بن رمضان، وخليها معاك هنتكلم فيها. كمل الكرة. بص بن شرقي، بص رايح يضغط ازاي، مش اتيتيود لعيب رايح يضغط جامد بشراسة، هو رايح تأدية واجب. ده مش عيب مدرب. اكيد المدرب ما قالهمش اضغطوا بالراحه، واكيد المدرب مش هيجي يقول لهم يضغطوا ازاي، دي لعيبه بملايين. شوف بقى الموقف، هتلاقي ان بن رمضان باصص شايف اتنين لعيبه من بيراميدز، منهم الكارتي لعيب نص الملعب مكمل. وبص هاني كان بادئ الهجمه هنا وابتدى يخش جوه. الاتنين شايفين ان هنا في اتنين رايحين على واحد طبيعي، وهنا الاقرب كمان خصوصا هاني يجي يقفل عشان يكافئ ويبقى 2 على 2. ولكن كمل. طبعا قلنا اشرف بن شرقي بيضغط تأدية واجب، هنا هاني كان المفروض يدخل لجوه. طبعا بيرفع بأريحية، هاني جاي متأخر، ولولا ستر ربنا ده كان هيبقى هدف، فرصة محققة. كمل. شوف بقى هنا تريزيجيه راح مكان زيزو، زيزو مكان تريزيجيه، زيزو بقى هو اللي بره. طيب شوف ارتداد لعيبه الاهلي معاهم برمضان، شوف الارتداد الدفاعي، الناس بتتمشى في الملعب، الراجل بيرقص وبيشوط وكان ممكن يجيب جول، الناس بتتمشى في الارتداد الدفاعي. هي دي مشكله ريبيرو؟ هو ريبيرو اللي قال لهم ما تجروش؟ دي اصلا معلش مشكله في تكوين الفريق. انت عندك لعيبه ما بتدافعش، لا بين رمضان بيدافع كويس، ولا بن شرقي بيدافع كويس، ولا زيزو اصلا بيدافع كويس، واحنا عارفين ده من ايام الزمالك بالذات، ولا تريزيجيه بيدافع كويس. 4 لعيبه، وطبعا المهاجم شريف ما بيدافعش. 5 لعيبه، مفيش فرقه بتدافع ناقصه 5 لعيبه. نتكلم في الحاله اللي بعد كده، هنلاقي ان تريزيجيه بيضغط ضغط مالوش علاقه بالضغط بتاع لعيبه الكوره، ده مش ضغط لعيب كوره. كمل معايا. هتلاقي هنا اتنين بيلعبوا على الاوفسايد، وهاني مغطي الاوفسايد. طبيعي الكرة دي لما تيجي الزوم هيتشال دلوقتي، الكرة دي لما تيجي تتلعب دول يبقوا اوفسايد، بس هاني هناك ملوش علاقة باللي بيحصل. هل في فرقة بتلعب على الاوفسايد ناقص واحد؟ ما خلاص الفرقة اتضربت بسبب تصرف وتمركز غلط من لعيب. كمل. الكرة راحت، بص الراجل مغطي هناك، الشناوي خلاص بتخسر الكرة. الاهلي بيخسر الكرة بدون داعي، الناس بتتوتر، تحس في حاجه غلط في كميه الفريق ذات نفسه. الحاله اللي بعد كده هي حاله المفروض ان هي سهله في الخروج بالكوره، ولكن مين اللي بيخرج بالكوره؟ اليو ديانج. طيب احنا عارفين ان اصلا ريبيرو كان في اول ما جه ما بيلعبش اليو ديانج، ويمكن يفضل عليه كوكا علشان ديانج ما بيقدرش يلعب الكوره لقدام. طب يا عم ديانج، انت ما بتعرفش تلعب الكوره لقدام، العبها لورا. سهله سهله. ادي ديانج بيحاول يطلع بالكرة في وسط قدامه 3 ورا واحد، 4 لعيبة من بيراميدز. الطبيعي واي لعيب عادي عنده قدرة بسيطة على التسليم والاستلام يحط الكرة لجراديشار اللي نازل يستلم. مش عارف تعمل ايه،
هترجع اهو للعش، والعش يطلع ده مش عارف كوكا ولا كريم فؤاد، هتطلعه هنا اعتقد ده كوكا، ده كريم فؤاد، هتطلعه هنا على الجنب فيستلم الكرة ويبتدي يطلع. طلعنا من الضغط خلاص، الكرة لو اتحطت هنا الاهلي طلع من الضغط. الا ان يقرر ديانج ان هو يدي الكرة للا شيء فتتقطع، فترجع على الاهلي. طب بص بقى دفاع بن رمضان. طيب فكك من دفاع بن رمضان، الباص طلع يعني خلاص. طب الراجل بيكهام طلع سايب الراجل عادي يلعب بكعب رجله وبتاع. لازم علشان تطلع تضغط، ده في مصطلحات الكرة اسمه defending on front foot، لازم تطلع على طول برجلك تدخل في الراجل ما يستلمش. انما انت سايبه يستلم، طب ما خلاص هيلف بيك، هيلعب بكعبه، هيعمل اللي هو عايزه. طيب هل ريبيرو نازل ما عندوش فكرة؟ لو حد قال لك كده يبقى ما بيفهمش. ريبيرو عنده نمط واضح في بناء اللعب وطريقة عايز يوصل بيها للجون من أول الدوري ومن أول كأس العالم. تعال نشوف ازاي. هنا الكورة هتلاقيها مع هاني، احنا اتفقنا ان هو بيثبت هاني يا اما في الثلاثة اللي بيبنوا لعب او بيزودوا كمان جنب لعيب الارتكاز بحيث يبقوا اتنين لعيبة ارتكاز. في الحالة دي هاني، وده خد بالك هو مش اختراع، الكرة ما فيهاش اختراع، انت بتاخد فكرة. ده مثلا اشبه لتوظيف ارنولد مع كلوب، وقلت لك عليها قبل كده طبعا، مع الفارق ما بين ليفربول والاهلي وكلوب وريبيرو وكل حاجة، بس هي الكرة كده. المدربين كلهم يعتبروا حرامية افكار من بعض. تريزيجيه بيبتدي يفتح الخط عشان يسحب معاه الباك الشمال، فتفضى مساحة فيتحرك فيها زيزو بعد تمركزه في ظهر نص ملعب بيراميدز. هل بيراميدز ما كانش عنده خلفية عن الفكرة دي؟ لا عنده خلفية، وكانت التعليمات ببساطة ان بلاتي توري لو الكرة من هنا هو اللي يرجع يقفل مع زيزو، ولو الناحية التانية يبقى مهند لاشين، ومع اختلاف مين ممكن لعيب تاني هو اللي يتحرك في المساحة دي. ولكن بيراميدز كان مجهز دايما ان الاثنين ارتكاز واحد منهم يرد في المساحة اللي هتبقى، لانه برضه مش هيغامر ويسيب تريزيجيه ينزل يستلم فاضي ويطلع بوشه على دفاع بيراميدز في موقف ممكن يعمل فيه تفوق بمهاره فرديه. طيب ادي تريزيجيه سحب الراجل، دلوقتي توري هيبتدي يجري ورا زيزو، وبالفعل اخطر كوره عملها الاهلي لان بلاتي توري اتسرق. زيزو قدر يتحرك في توقيت صح، ما عملهاش بدري، فالراجل راح معاه من بدري، هو عملها في توقيت بالظبط. التمريره جت مظبوطه من هاني مع حركه تريزيجيه، كان في تناغم، والتناغم ده مش وليد لحظه، لا وليد تدريب وافكار وتكرار حصل في الماتشات اللي فاتت كمان مش بس في الماتش ده. نيجي للحاله اللي بعد كده، هنا بقى دي انا الوم فيها ريبيرو، توظيف كريم فؤاد كباك شمال. كريم فؤاد بطبعه لعيب ايمن بيلعب برجله اليمين. طيب لما يجي يستلم على الخط او عايز يعمل تمريره غصب عنه لازم يدخل الكره لجوه الملعب علشان يعدلها على يمينه. ده بيخلي الكره بينه وبين اي حد بيدافع عليه، لان اي حد بيدافع هيبقى جاي من قلب الملعب، فطبيعي الكره خلاص بتبقى في منافسه بين الاثنين. والمنطقي في الحاله دي كان الكره دي تبقى مع واحد اشول يبتدي يحط الكره لزيزو اللي بيتحرك في المساحه، ودي الجمله اللي ريبيرو عايز يعملها سواء يمين او سواء شمال. ولكن كريم فؤاد كان محتاج يعدل لان هو مزنوق على اللاين، ولو عملها بشماله مش هتروح اصلا. طيب فايه اللي حصل؟ لما كريم فؤاد حط الكوره بينه وبين الراجل بتاع بيراميدز الكوره اتقطعت، قطه قطع الكوره وراحت هجمه خطيره جدا لبيراميدز. كمل اتفرج لاخر الكوره. الكوره دي اساسها بس يعني لعيب محطوط في حته مش بتاعته، وكريم فؤاد قدم مباراه من اسوأ المباريات اللي ممكن يقدمها لعيب كوره، وفي الاخر هاني طبعا شتتها. ليه؟ لان دايما مضطر يلعب بشماله سواء في وضعيات استلام وده غير مريح، سواء في تمرير وده غير مريح. فكان ميس باص عملهم كريم فؤاد النهارده في الماتش، اكيد وانت بتتفرج عديت كتير، هو ده نفس الكلام. كمل نيجي للحاله اللي بعد كده، نفس الفكره اللي بتحصل من على الجنب اليمين اتنقلت للجنب الشمال، بس اللي بيفتح الخط كريم فؤاد، هناك هاني بيقف، فاللي بيفتح الخط تريزيجيه، هنا كريم فؤاد بيكمل فهو اللي بيفتح الخط، وبن شرقي هو اللي بيحاول يخترق ما بين الهاف سبيسز او في انصاف المساحه اللي ما بين الباك والسنتر باك. مهند لاشين بيرجع يغطي، نفس بلاتي توري، هي نفس خطه هجوم الاهلي ونفس خطه دفاع بيراميدز. طيب ايه اللي بيحصل؟ نفس الكلام، كرة بتتحط، ادي بن شرقي بيروح معاه مهند عشان يقفل عليه، مهارة فردية ده. خد بالك ان بيحصل حاجة،
تكمله اللعيب لحد اخر الخط بتشد الفرقه بتاع الخصم كله، بيراميدز كله، لان الاوفسايد خلاص مضروب وكله مضروب، فتخاف من اي عرضيه، فكله بيتشد. فلما ترجع الكره تاني يبقى الراجل ده عنده مساحه يستلم ويعدل على يمينه ويرفع. وده الفرق بين كريم فؤاد في التلت الاولاني وكريم فؤاد في التلت الاخير. في التلت الاول انت ما عندكش مساحه، انت بيضغطوا عليك عشان ياخدوا الكوره. في التلت الاخير ببعض التكتيك، فكره صغيره زي انت تشد لاخر الملعب، بتفضي له مساحه يستلم ويعدل، يعمل كروس. واحده من اخطر هجمات الاهلي، خد بالك، تكرار الكوره معنى كده ان في حاجه الاهلي بيعملها، في حاجه ريبيرو بيعملها. كوره، طيب، نفس الفكره، تطلع من ورا، الراجل ده بيتشات هنا، تريزيجيه لما غير مكانه الراجل هنا اتشات، بقى في آه كريم فؤاد وزيزو، الاثنين هم اللي بيخترقوا العمق. هنا بن شرقي راح الناحيه الثانيه، وبقى زيزو وكريم فؤاد هم اللي هنا. كره طوليه 2 على 1، كريم فؤاد وزيزو. زيزو قلنا 10 بيحاول يتمركز في الظهر. ادي الكره اتلعبت، بص مين اللي جاي، مهند لاشين. هو هي من هنا، وهي من هنا. مش المدرب، مش ريبيرو بقى اللي هينزل يحط جون، هو وصلهم التلت الاخير خلاص. هنا زيزو لو عمل كروس قدام، او يعتبر بقى في ظهر دفاع بيراميدز وهم وشهم لجونهم، ده حاجه هتبقى صعبه جدا عليهم. شريف ممكن يوصل الاول ويجيب جون، ولو ما كانش الكره يعني خلاص الراجل وشه للجون والكره قدامه، اضعف الايمان هيطلعها يجيبها في نفسه. وحصلت، والاهلي عمل كده، اعتقد كان قدام البنك الاهلي. كمل، زيزو يقرر ان هو هيكمل جري، احنا بنلعب سباق، هنكمل، فالكرة تطلع بره. تاني نفس الفكرة، خلاص مش هنقعد نشرح كتير. اهو الكرة على اللاين، هنعمل الكرة من ورا الدفاع، حد بيجري بيكمل هنا بالرمضان، مهارة فردية، 1 2 هنعدي، اللي جاي من بره تريزيجيه عنده مساحة لان احنا شدينا اللاين لاخر الملعب، خلاص الفكرة محفوظة. حاجة بقى كمان، زيزو، ايه مكمن خطورة زيزو؟ وفين زيزو كان متألق؟ امتى زيزو كان متألق في الزمالك؟ لما بيلعب على الطرف وبيعمل كروسات او فاولات او تسديدات، لازم تحط زيزو في الموقف الاكثر انتاجيه ليه، وهو والكرة على عدلته على يمينه، هنا هتاخد ذهب من زيزو. انما زيزو لما تيجي توظفه زي الكرة اللي فاتت على عكس عدلته علشان يقطم ويخش لجوه، محتاج يبقى جاي من جنب الملعب خالص من على الخط وداخل لجوه ال 18، يبقى زيزو هنا كده ويدخل لجوه، انما ما يبقاش جاي من تحت. ما مش القطمه والعدله دي مش اي حد بيعرف يعملها، ودي مش بتاعت زيزو. طيب، الكرة الوحيدة اللي أنا لقيتها لزيزو الماتش كله، اللي جه في المكان اللي المفروض فعلا زيزو يلعب فيه، بس ريبيرو مش عارف يعمل ده عشان الأهلي عامل جالاكتيكوس وينجات، عندنا 4 وينجات في كل جنب، ما فيش حد عارف مين هيلعب. ريبيرو في موقف صعب، أنت عندك بن شرقي لازم يلعب، تريزيجيه لازم يلعب، زيزو لازم يلعب، ناقص واحد، امام عاشور لازم يلعب، كل دول لازم يلعبوا. وعندك على الدكه في صداع، حسين الشحات عايز يلعب وطاهر عايز يلعب بقى. طب ما هيعمل ايه؟ هيلعب كل دول ازاي؟ كمل. الكوره بقى الوحيده اللي جت لتريزيجيه في المكان اللي زيزو، في المكان اللي زيزو منتج فيه، كروس، واللي جاي لو قابل قد يكون هدف، قد يكون هدف. طيب، هل ريبيرو يتحمل مسؤوليه الاهداف علشان تيجي تحكم على ريبيرو ان هو مدرب سيء؟ لا، ريبيرو مش بالسوء اللي بيحاول الناس يصدروه ليك، هو عنده مشاكل وساعات بيعمل حاجات احنا مش انت شفت الاهلي مع عماد النحاس البسيط، كل لعيب في مكانه، جمل بسيطه جدا، وكان عندك مشكله دفاعيه كبيره مع عماد النحاس. حتى لو كسبت، افتكر ماتش بتروجيت مثلا، تكسب 4 بس داخل فيك 2، تكسب 5 داخل فيك 2، داخل فيك 3. عدينا المرحلة دي، المفروض خلاص يعني نقف على رجلينا دفاعية ونبتدي ننتج هجوميا. انما ده الماتش التاني على التوالي الاهلي عاجز اصلا ان هو يسجل هدف. يمكن في ماتش غزل المحلة وصل، بس ده بسبب ضعف غزل المحلة. في بيراميدز وصل بس على استحياء، بيراميدز وصل اكتر مننا بكتير. تعال بقى نبص ايه اللي حصل هنا. ده كرة الهدف الاول، دي اوت، والف ب كورة، الاوت ما فيهوش تسلل،
الراجل ده ازاي سابق ودول واقفين؟ قال يعني واقفين اوفسايد. ده معلش، ده انهي من لعيب بكام مليون اللي بيعمل الكلام ده؟ انا لعيبه قطاع الناشئين اللي هي يعني الناس دي ما بتاخدش فلوس، ولو بتاخد بتبقى فكه. ما تقفش كده في اوت الاسترايكر ما يجيش كده لوحده. فده ازاي يعني؟ دي روبيرو يعمل لهم ايه؟ كم؟ ادي الكرة اتحطت. طبعا الراجل ده ربكها بقى، داري بقى يسيب مكانه ويجي، وبيكهام يحاول. احنا بنلحق، احنا بنجري ورا الكورة عشان احنا واقفين غلط من الاول. كمل. الراجل طبعا بيعدي وبين رمضان. انا عايز اعرف ايه ده؟ ليه اشد الراجل وهو بيجري رايح كده؟ ما إيه؟ ليه؟ ما هو الراجل جاي هنا ودياني واقف مع الراجل ده هيعمل ايه بشماله وهو اصلا مش اشول؟ ليه اشده واوقعه واعمل فاول؟ ما تفهمش. ويا ريته شده. ده حاجه ايه؟ لو حط ايده عليه كده قدام الحكم راح التاني ما صدق وراح واقع. ليه اصلا هنا؟ ليه في مكان خطر زي ده اعمل فاول؟ كمل. طيب بعدين، قبل ما نتكلم على الشناوي، اشرف داري المفروض واخد الراجل ياخده في سنته ويحاول يطلعه بره، انما ده راح واخد الراجل ولافف بيه عدله قدام الشناوي. دي جديد، ده جديد. ده الوضع ده جديد في الكوره. ده ما ينفعش مدافع يلف بالمهاجم كده يحطه قدام الجول. المفروض انا اللي ابقى الاول، انا كمدافع احط الراجل في صدري ووشي واطلعه لبره. خلاص جوني في ظهري، اعتبر الشاشه دي جون، الجون في ظهري، الراجل في صدري، وانا لو عايز يلف هروح حاطط كده منع ان هو يلف وابقى انا قدامه، عشان الكره لما ترد تبقى بتاعتي ما تبقاش بتاعته. الشناوي الكرة الأولى رايحة في يا سيدي داخلة جون، ليه أنزل على ركبي وأتفرج عليها؟ ما يمكن ما تجيش، ما يمكن تيجي في العارضة زي ما حصل. ما أفضل واقف علشان لو ردت أعرف آخد خطوة وآخد التراي بتاعي. واللي يزعلك إيه؟ إن هي كانت قريبة، هو لمس التانية. اتفرج الوضع ده خلاه ما فيش، ما خدش خطوة. هو لو أخد خطوة الكرة دي لمست طراطيف صوابعه قبل ما تخبط في العارضة وتخش جون. هو لو بقى واقف عادي والكرة ردت وراح بسرعة واخد الخطوة ورايح عامل التراي كان طلعها. الكرة مش قوية، بس هو عشان قرر يصور الكرة وينزل على ركبه وضع هوليودي. طب ما هو ما ينفعش. كم؟ الجون التاني. الجون التاني هنرجع لنفس، ما فيش حد بيضغط صح. إن ما فيش عندك 5 لعيبة في الملعب ما بيضغطوش. ازاي عايز تكسب فرق كبيرة؟ ازاي عايز تلعب كرة وانت ما بتدافعش؟ كم؟ شوف الحال. ده الجون التاني. بص تريزيجيه، ده برضه حاجة جديدة. كم؟ هاني. هاني غصب عنه، انا هنا مش عشان انا هنا غصب عنه دخل يقفل هنا لان هو خاف من العرضيه شبه اللي جت في الشوط الاول. زيزو بقى افتكرنا نرجع انت والكره بتغير ملعب. طيب فطبيعي بص الرجوع حتى مش رجوع اللي هو ايه سبرنت وقلب وبتاع، لا احنا راجعين بنأدي واجب. الشناوي خطوه لورا وخطوه خطوه لقدام وخطوه لورا، ده العادي اللي هو ايه الوضع اللي بيثبته في اي عرضيه بتتعمل على الاقل. كوكا بيدي ظهره للراجل وهو طالع، الراجل رايح يلعب بدل ما يعمل له كده. دي الكوره فوق يا اسطى، اطلع بتماشى. لا ما مش معايا. العش خايف الكرة تيجي في وشه. بص خايف الكرة تيجي في وشه يلعب بدماغه ده. لا وش مش هينفع الكرة تيجي في وشه. والشناوي بيجري وراه. الشناوي دايما يحسسك ان اي خد بالك، قد يكون الكرة في الملعب فعلا صعبة، يعني وارد يكون وضع الكرة صعب ان هو يتصدى ليها، بس الشناوي دايما بيديك ايحاء ان كان ممكن يعمل احسن، لان هو ده يا بيجري ورا الكورة واقف وبيعمل تراي وهو واقف، الكرة تخبط فيه وتقع. ما هو غصب عنك بتاخد انطباع ان لا كان في احسن من كده. في جوان بتيجي في الحراس وتقول حارس ملوش ذنب. الشناوي حتى لو ملوش ذنب هو بيديك انطباع ان هو غلطان. ده نتيجة ايه؟ انا ما اعرفش بصراحة، انا ما شفتش، انا اللي بيعملوا الشناوي ده انا ما شفتوش قبل كده. مشكلة الاهلي مش ريبيرو بس، مشكلة الاهلي تكوين السكواد. الجالاكتيكوس اللي عامله الاهلي ده مخلي وضع اي مدرب مش بس ريبيرو يبقى صعب. مفيش توازن بين الدفاع والهجوم. هل بقى انت شايف ان الحل فعلا ان ريبيرو يمشي